السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. طبعا دلوقتي كنت بعمل مكرونة بشاميل. عصقت يا دوبك الفراخ وعملت البشاميل بتاعنا وعبيت في طواجن، عشان على فكرة ده كيلو الا ربع مكرونة. شايفين عامل معايا كمية قد ايه؟ البشاميل ما قضاش، قمت شايله بقى الصينيه ديت. قلت اعمل لها بشاميل بكره على اللي هو النهارده يعني. واول حاجه يلا بقى نبدا الروتين بتاعنا. دخلت بقى على طول على الغسيل. قلت انتوا عارفين اللي انا ببدا بالغسيل عشان اول ما اخلص غسيل اكون خلصت كل حاجه جنبي. حطيت بقى اول ملوه في الغساله كده، ورحت على طول عشان اغير الملايه معاكم. طبعا احنا بنغيرها يوم ويوم زي ما انا قايله لكم. تمام. دلوقتي رحت بقى غيرت الملايه بتاعتي، وايه فرشت ملاية تانية. طبعا انتي قبل ما تصبني بقى تلمي كل الحاجة اللي عايزة تتغسل معاكي. تمام. ما تسيبيش حاجة عندك وحشة، لان بصراحة بتبقي حاسة انك كأنك ما غسلتيش خالص. وما تطوليش برضو، انا بفضل الغسيل يكون يوم ويوم للي ما عندوش اطفال زي حالاتي كده، وبالذات في الحر يعني. لكن في الشتاء بقعد بالاربع ايام بالخمس ايام عادي خالص. تمام. عشان الجو حر بنغير على طول كده بقى. إيه، خلصت الملاية، وطبعا الريسبشن حلو خالص وكله مية مية. يلا دخلت بقى على الأوضة بتاعة الأطفال. طبعا زي ما انتوا عارفين هبقى اغيرها ان شاء الله معاكم. بس ببقى مكسلة اغيرها لان فعلا محدش بينام عليها خالص. تمام. دلوقتي بقى دخلت على المواعين دي مش بتخلص ابدا. يعني لازما بتلاقي مواعين في بيتك، ما عايزه تغسلي كل شويه كل شويه تغسلي، وتلاقي برضو غسيل تاني. فمش عارفه، مشكله كبيره بجد عند كل ستات البيوت. المره دي بقى كان غسيل زياده خالص، لاني بصراحه كنت تعبانه. لو انتم ملاحظين ان انا ما نزلتلكمش فيديوهات امبارح، كنت تعبانه خالص ومش قادره اتحرك. فده بقى كان غسيل امبارح على غسيل النهارده، بهدله يعني. فضلت بقى اصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام وانا قاعدة اغسل كده. وبجد الحاجة مش بتاخد وقت خالص اول ما تبدأي فيها. وبرضه بجد بتبقي حاسة براحة نفسية لما تروقي بيتك وشقتك والحاجات دي. طبعا الجو حر، يعني لازم تعملي عصير لاولادك لجوزك، ما تسيبيش البيت كده. طول ما انت قاعده ما تعمل، يعني ما تقوليش لا انا مكسله اقوم واعمل وكده، لا اعملي حاجات وحط في التلاجة. والجو بصراحة عايز يعني حاجات ساقعة على طول، يعني بعمل عصاير غير الفاكهة بقى والحاجات دي. تمام. دلوقتي شايفين قد ايه ولسه ما خلصتش. يا مواعين كتير قوي. انا متأكدة ان المواعين دي بتولد، بس بتولد ازاي؟ مش عارفة، بس هي عندي بتولد، عندكم اكيد بتولد برضو. قعدت بقى اشطف المواعين كلها. شايفين؟ بجد المكرونة يا جماعة كانت تحفة، جربوها. لو عايزين الطريقة بتاعتها قولولي وانا اقول لكم الطريقة بتاعتها، بس هي سهلة خالص. يا دوبك معصجة الفراخ ببصلة وفص ثوم وقرن فلفل، وعاملة المرة دي بطماطم. تمام. وحط عليها شوية خضرة، كزبرة خضرة يعني، و... وشوية البهارات بقى والملح والفلفل والحاجات دي. وعملت البشاميل، وهعمل معاكم البشاميل ان شاء الله في الاخر عشان هحطه على الصينية اللي فاضلة، لان احنا هناكلها النهاردة ان شاء الله. تمام. انت برضو ما تهدريش في الحاجة وما ترميش حاجة. كده بقى غسلت الطواجن خلاص. اخر حاجة شطفت الصينية بقى اللي كانت فاضلة. طبعا بعد ما تخلصي تشطفي الحوض وراكي كويس جدا، تنضفيه كويس، بعد ما تنضفيه كويس خالص تنشفيه. تمام. عشان حاجتك تفضل يعني تحافظي عليها اكتر فترة ممكنة. تمام. كده خلصت الحوض ونشفته معاكم. هدخل بقى على طول على البوتاجاز. طبعا البوتاجاز عشان احنا ايدينا فيه على طول ما شاء الله، مش متعفش قوي. فايه شطفة بقى على السريع كده، ومسحته كويس جدا. وانتي في بيتك بجد ما تهمليش، وبجد هتلاقي بيتك مرتاح وحاسه براحه نفسيه وكل حاجه حلوه فيه لما تنضفي الحاجات دي. طبعا الرخامه مش بسيبها، بمسحها على طول ورايا.
اللبن اللي انا مطلعاه ده عشان اعمل بشاميل. هوريكم الصينيه دي. الصينيه بقى كانت من غير بشاميل، هعمل البشاميل بتاعها اوريكم برضو. هكنس ارضيه المطبخ كويس وافرشه واروح بقى على الطنشيره على طول. انا كنت يا جماعه بقى غيرت هدومي وكده، والجو حر بجد، بغير كل شويه. تمام كده بقى كنت بنشر معاكم. اول ما خلصت تنشير على طول دخلت على الحمام علشان انضفه. طبعا ورا التظبيط ده اما عوداكم اللي احنا ننضف الحمام على طول. دخلت بقى على الحمام، تكون برضو الارضية توسخت الحاجات دي. رشيت بقى عليها بريل كده وصابون سائل يعني، وغسلتها كويس جدا. وبعد كده مسحتها بالمساحة. مفيش اكتر من كده. اما بتكون ايدك في الحاجة بتلاقيكي بتعمليها وبتكون سهلة عليكي خالص، غير لو طولتي. في بقى ناس بتسيب الحاجة بجد يعني تتعفش خالص، وبعد كده بتتبهدل هي في تنظيفها. انت لو ايدك في الحاجة بجد هتخلصي على طول. طبعا راح اعمل بقى معاكم البشاميل على طول. حطيت بقى حلة ونزلت بقى بشوية زيت، شوية صغيرين خالص، وشوية سمنة صغيرين برضو، لاني بشاميل معلقتين بس دقيق، حاجة بسيطة خالص على قد بقى الصينية دي. تمام. بفضل اقلب لحد ما ياخد يصفر كده، وبعد كده انزل باللبن، واول ما يجمد على بعضه كده انزل. كل ما يجمد على بعضه انزل عشان ما يكلكعش مني، مش بفضل اللبن مرة واحدة. تمام. طبعا ايدك فيه جامد كده. هنزل بقى بمعلقة ملح، مش معلقة كبيرة يعني، وشوية فلفل اسود وشوية بهارات، وبس كده. وبقى هفضيها على الصينية وهم مدخلاها الفرن، وبس كده. وبكده اكون خلصت الفيديو بتاعنا، واشوفكم في فيديو جديد، ومع السلامة. ما تنسونيش في لايك وشير وكومنت حلو كده. شايفين الصينية جميلة ازاي؟ بألف هنا